التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره السوري بشار الأسد السبت على هامش القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيسين بحثا تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدة الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة. كما التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وجدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد السبت موقف بلاده الثابت والداعي لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني بالوصول إلى حل عادل وإقامة دولة مستقلة، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لإدانة الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض إن هذه القمة تأتي في ظل ظروف عصيبة تتمثل بالجرائم التي يرتكبها على مدار الساعة الجيش الاحتلال في محاولة بائسة لإجهاز على القضية الفلسطينية وعلى حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني بمجملها. وأكد موقف العراق الثابت والداعي لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني بالوصول لحل عادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشددا على رفض سياسات الانتقام والعقاب الجماعي التي ينتهجها المحتل بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف: العراق يدين بشدة الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية الإنسانية، لا سيما جرائم استهداف المجمعات السكنية والمستشفيات ومرافق المدنية التي نتج عنها سقوط آلاف من الضحايا، ومعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. وحض المجتمع الدولي على التحرك الجاد لإدانة الهجوم الممنهج والانتهاكات الخطيرة واستهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة. ويتبع ذلك الوقف الفوري للأعمال الحربية، وكذلك التحرك السريع والجاد من أجل السماح لقوافل المساعدات الإنسانية بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية فورا ومن دون قيود. وحذر من أن قطع الاتصالات عن قطاع غزة يهدف إلى عزل أكثر من مليوني إنسان وإخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال هناك عن العالم، فضلا عن إعاقة مهام المنظمات الدولية، بالأخص وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل لاجئ فلسطين أونزورا. وقال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السبت إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره في قطاع غزة، وحض المجتمع الدولي على ممارسة دوره في إيقاف فوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر. وأشار في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض إلى أن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على أيادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير. وأضاف أن الإسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، في مشهد يكشف لنا ازدواجية المعايير ومخالفة القيم والأعراف والمواثيق وتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. وتابع: أكدت دولة الكويت مرارا وتكرارا على أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل شامل نهائي لهذه القضية. وحض وحض المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن على ممارسة دوره في إيقاف فوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر
وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان إيصال المساعدة الإغاثية العاجلة، ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني.